الأهلي السعودي يتلقى مفاجأة مزدوجة قبل مواجهة النجمة. ما الذي حدث؟ وأهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم الجماهير سبورت، وكل ما يتعلق بالكرة السعودية والعربية والعالمية معا وفقط وأبدا على قناتكم المفضلة من بجوار أهم الاستعدادات العربية. تتلقى معكم هذه الحلقة، ولكن وصلت الحلقة على الجرس ليصلك كل جديد حصريات على الجماهير سبورت فقط وحصريا. إذا كشفت تقرير صحفي عن تطورات إصابة موقف المدافع البرازيلي روجر إينانيز من المشاركة في المباراة الأهلي القادمة ضد النجمة في بطولة دوري روشن السعودي عام 25 اكستار. من المقرر أن يلعب الأهلي ضد النجمة في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري روشن على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في البريدة اليوم إن شاء الله الخميس. وبحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية فإن البرازيلي إيبانيز مدافع الأهلي سيجري غدا بعض التدريبات أو أجرى بعض التدريبات تكون من قدرته على المشاركة، وأنه سيكون هو العائد من إصابة في مفصل القدم. سيشارك في تدريب الأحد. واضطر المدرب الألماني ماتي سياسة إلى إبعاده عن المباراة السابقة بسبب عدم جاهزيته، وتضاءلت إمكانية مشاركته في لقاء النجمة بسبب عدم اكتمال جاهزيته. إذا الإصابات تتزايد أمام الأهلي السعودي من بعد الهزيمة أمام بيراميدز المصري. الأمور أصبحت صعبة جدا بالنسبة له. إذا ما الذي سيحدث؟ هل سيستطيع الفريق أن يتعافى قبل مواجهة النجمة؟ وهي مواجهة في وجهة نظري سهلة وبسيطة، ومن المقرر أن يستطيع الفوز فيها بسهولة جدا. هل سيستطيع ذلك أم لا؟ هذا ما سنتابعه. اضغط لايك واشتراك على جرس كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء. الأهلي السعودي يتلقى مفاجأة مزدوجة قبل مواجهة النجمة. ما الذي حدث؟ وأهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم الجماهير سبورت، وكل ما يتعلق بالكرة السعودية والعربية والعالمية معا وفقط وأبدا على قناتكم المفضلة من بجوار أهم الاستعدادات العربية. تتلقى معكم هذه الحلقة، ولكن وصلت الحلقة على الجرس ليصلك كل جديد حصريات على الجماهير سبورت فقط وحصريا. إذا كشفت تقرير صحفي عن تطورات إصابة موقف المدافع البرازيلي روجر إينانيز من المشاركة في المباراة الأهلي القادمة ضد النجمة في بطولة دوري روشن السعودي عام 25 اكستار. من المقرر أن يلعب الأهلي ضد النجمة في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري روشن على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في البريدة اليوم إن شاء الله الخميس. وبحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية فإن البرازيلي إيبانيز مدافع الأهلي سيجري غدا بعض التدريبات أو أجرى بعض التدريبات تكون من قدرته على المشاركة، وأنه سيكون هو العائد من إصابة في مفصل القدم. سيشارك في تدريب الأحد. واضطر المدرب الألماني ماتي سياسة إلى إبعاده عن المباراة السابقة بسبب عدم جاهزيته، وتضاءلت إمكانية مشاركته في لقاء النجمة بسبب عدم اكتمال جاهزيته. إذا الإصابات تتزايد أمام الأهلي السعودي من بعد الهزيمة أمام بيراميدز المصري. الأمور أصبحت صعبة جدا بالنسبة له. إذا ما الذي سيحدث؟ هل سيستطيع الفريق أن يتعافى قبل مواجهة النجمة؟ وهي مواجهة في وجهة نظري سهلة وبسيطة، ومن المقرر أن يستطيع الفوز فيها بسهولة جدا. هل سيستطيع ذلك أم لا؟ هذا ما سنتابعه. اضغط لايك واشتراك على جرس كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء. الأهلي السعودي يتلقى مفاجأة مزدوجة قبل مواجهة النجمة. ما الذي حدث؟ وأهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم الجماهير سبورت، وكل ما يتعلق بالكرة السعودية والعربية والعالمية معا وفقط وأبدا على قناتكم المفضلة من بجوار أهم الاستعدادات العربية. تتلقى معكم هذه الحلقة، ولكن وصلت الحلقة على الجرس ليصلك كل جديد حصريات على الجماهير سبورت فقط وحصريا. إذا كشفت تقرير صحفي عن تطورات إصابة موقف المدافع البرازيلي روجر إينانيز من المشاركة في المباراة الأهلي القادمة ضد النجمة في بطولة دوري روشن السعودي عام 25 اكستار. من المقرر أن يلعب الأهلي ضد النجمة في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري روشن على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في البريدة اليوم إن شاء الله الخميس. وبحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية فإن البرازيلي إيبانيز مدافع الأهلي سيجري غدا بعض التدريبات أو أجرى بعض التدريبات تكون من قدرته على المشاركة، وأنه سيكون هو العائد من إصابة في مفصل القدم. سيشارك في تدريب الأحد. واضطر المدرب الألماني ماتي سياسة إلى إبعاده عن المباراة السابقة بسبب عدم جاهزيته، وتضاءلت إمكانية مشاركته في لقاء النجمة بسبب عدم اكتمال جاهزيته. إذا الإصابات تتزايد أمام الأهلي السعودي من بعد الهزيمة أمام بيراميدز المصري. الأمور أصبحت صعبة جدا بالنسبة له. إذا ما الذي سيحدث؟ هل سيستطيع الفريق أن يتعافى قبل مواجهة النجمة؟ وهي مواجهة في وجهة نظري سهلة وبسيطة، ومن المقرر أن يستطيع الفوز فيها بسهولة جدا. هل سيستطيع ذلك أم لا؟ هذا ما سنتابعه. اضغط لايك واشتراك على جرس كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.